هيروبراين هو أشهر أسطورة في لعبة ماينكرافت، وأصبح جزء كبير مع ماينكرافت نفسها، حتى بعد أن كان كرر نوتش للاعبين أنه لا يوجد. ولكن الكثير من الناس يزالون يجدوا أشياء غريبة في عوالمهم من عام 2010 إلى 2014. هيروبراين لم ينتشر فقط عبر الإنترنت وأصبح ترند، بل بدأ أيضاً بظهور في عوالم اللاعبين، مما جعله يصبح أسطورة تاريخية لماينكرافت القديمة. ومع ذلك لا يعرف أحد بالضبط من قام بصنع هيروبراين. لا أحد يعرف كيف ظهر هيروبراين، ولا يعرف الكثير أن لأكثر من 13 عاماً الآن كانت قصة هيروبراين خاطئة. تبدأ القصة الحقيقية لهيروبراين من هنا. هيروبراين ذكر لأول مرة في كريبيباستا قديمة، حيث يروي لاعب تجاربه الغريبة ويقوم برفع أول صورة شاشة على الإطلاق لهيروبراين. ظهر اللاعب مؤخراً في عالم ماينكرافت جديد، حيث كان كل شيء طبيعياً في البداية، وأثناء بدء قطع بعض الأشجار بين الضباب رأى شيئاً. كانت هناك شخصية بعيون فارغة وبدون اسم. حاول أن ينظر إليه لكنه اختفى. بعد ذلك بدأ اللاعب في العثور على أشياء غريبة حول عالمه، مثل أنفاق مزدوجة، أهرامات من الرمل، وأشجار بلا أوراق. من هنا بدأ اللاعب في البحث، وسأل اللاعبين الآخرين إذا قد رأوا شيئاً مثل هذا، ولكن فجأة تم حذف رسالته من مستخدم يدعى هيروبراين الذي طلب منه التوقف. ثم تمكن اللاعب من التواصل مع لاعبين آخرين ادعوا رؤية هيروبراين، وبعد مزيد من البحث كشف على ما يبدو أن هيروبراين هو اسم شقيق نوتش المتوفى. من هنا عثر اللاعب اليدعى كوبلاند على الكريبيباستا وأعجب بها. كوبلاند كان جزءاً من ثنائي بث مع صديقه يدعى برونكرافت، وقرر تزييف هيروبراين في لقطة لعالمه، حيث حصل على الكثير من المشاهدات والتعليقات. لذا قرر عمل بث مباشر حيث سيواجه هيروبراين، والذي نعلم الآن أنه كان لوحة مزيفة تم تعديلها. لم يلاحظ مشاهدوه ذلك، وبعد لقائه مع هيروبراين قام كوبلاند برفع المقطع، وحصل على ما يقرب من 700 تعليق. كان معظم اللاعبين في ذلك الوقت مرتعبين، خائفين من لمس اللعبة مرة أخرى، وأصيب الجميع بالرعب بعد رؤية المقطع. وانتشر هذا المقطع في جميع أنحاء مجتمع ماينكرافت، مع العديد من اللاعبين الآخرين الذين كانوا لديهم قصصهم الخاصة بهم، ويحكون قصصهم الخاصة عن الأشياء الغريبة التي تحدث في عوالمهم. نوتش وموجانج علموا أن الناس يعتقدون أن هيروبراين موجود، وكمزحة قرروا إضافة عبارة تم إزالة هيروبراين في ماينكرافت. كانت هذه العبارة المشهورة عندما تصدر تحديثات للعبة. كانت هذا غير عادي، لأن ظهرت هذه العبارة في مجموعة من تحديثات ماينكرافت، وزال مستمراً حتى اليوم، حيث ذكر على تحديث ماينكرافت 1.20. في ذلك الوقت كانت تغييرات اللعبة تظهر مباشرة عند فتح مشغل ماينكرافت، وبالتالي شاهد الكثير من الناس أن هيروبراين تم إزالته، وقاموا بالبحث عنه للحصول على مزيد من المعلومات، وهذا ما جعل شعبية هيروبراين تنمو بسرعة أكبر. هناك كانت العديد من المودات لهيروبراين ومئات الفيديوهات التي حققت ملايين المشاهدات حول هيروبراين، وكل هذا غير حقيقي. دعنا نعود إلى 31 يوليو 2012 بالضبط، قبل شهر واحد من بث كوبلاند. في ماينكرافت ألفا الإصدار 0.1 تم إصدار تحديث سري يوم الجمعة، والذي كان يحتوي على القرص 13، وفي ذلك الوقت كان هناك فقط قرصان موسيقيان تمت إضافتهما إلى ماينكرافت. كان بقية الأقراص ممتع للاستماع إليه، لكن القرص 13 كان شيئاً آخر، مخيفاً، غريباً ومرعباً. من المهم أن نعرف أن ماينكرافت في ذلك الوقت أثناء تطوير نسخة ألفا كانت مخيفة بشكل كبير، حيث كانت هناك تحديثات سرية، حيث يقوم نوتش بإضافة مميزات إلى اللعبة دون إخبار اللاعبين، مما أدى إلى عدم معرفة اللاعبين الكثير عن اللعبة، مما جعل ماينكرافت مخيفة وغير معروفة في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك تمت إضافة أصوات الكهوف مؤخراً إلى اللعبة في تلك الفترة، مما جعل ماينكرافت أكثر رعباً. أيضاً عندما تكون في الكهوف المظلمة كان اللاعبون مرتبكين للغاية بشأن القرص 13 ويقومون بإنشاء قصص حوله ومحاولة فهمه. كان هناك شخص يدعى فيليكي قد نشر قصة من مستخدم مجهول وقال: أعتقد أنني سأجن. سوف أفقد عقلي بسبب الأشياء الغريبة التي تحدث، مثل الأشياء التي تظهر من لا مكان وفقدان مصابيحي.
كانت الأمور غريبة حقا. الشيء الغريب هو أنه لم يكن هناك وحش واحد أو أي شيء هناك، ولكن كان هناك الكثير من الكهوف وعدد كبير من أصوات الكهوف التي لم أسمعها من قبل. يجب أن يكون قد تمت إضافتها في تحديثات الجمعة السرية، لا أعرف، ولكن بدأت أسمع أشياء غريبة حقا حول المبنى الذي قمت ببنائه في الكهف. يبدو وكأنه همسات. إنه غريب حقا. أشعر برغبة في العودة إلى هناك، لكنني حقا لا أريد ذلك، لأن الأشياء المخيفة تحدث، بالإضافة إلى أنني بحاجة إلى المزيد من المصابيح. يبدو أن الكهف غاضب مني. قررت النزول إلى هناك يوما ما للمرة الأخيرة لمعرفة ما إذا كان بإمكاني الحصول على أي شيء يمكنني الحصول عليه قبل أن أتخلص منه حقا. لم أستطع العثور على أي من مصابيحي التي تركتها هناك. لا أعرف ما الذي يحدث لها. جعلني ذلك أريد مغادرة الكهف. قضيت حوالي دقيقتين داخله، ولاحظت أنني لم أستطع سماع أي شيء. توقفت الأجواء. في هذه النقطة بدأت أشعر بالرعب، وقررت المغادرة قبل أن يصبح الوضع خطر. غادرت الكهف والتفت، ورأيت أن الحفرة أصبحت مظلمة، وكأنه تمت إزالة مصابيحي مرة أخرى. ركضت دون أن أنظر إلى الخلف. ذكر ذلك اللاعب المجهول أنه أغلق الكهف وتركه لبضعة أيام. بدأ ينفد منه الموارد، ولكنه لم يرغب في العودة إلى ذلك الكهف مرة أخرى، بل قام ببناء منزل جديد بعيداً عن المنزل القديم. فعل ذلك وعاد مرة أخرى حتى سقط بالخطأ في كهف مظلم جداً. واصل اللاعب الاستكشاف، وفي النهاية وصل إلى أول سبونر له. ومع ذلك بشكل غريب لم يكن هناك وحوش تظهر. فحص الصناديق. الأول كان فارغاً تماماً. الثاني احتوى على عنصر غير عادي لم يره من قبل، قرص أسود. قرر مغادرة الكهف لفحص هذا الشيء الغريب، وأثناء فعله بدأ في العثور على ثقوب في الجدران لم تكن موجودة من قبل. اتجه اللاعب نحو مخرج الكهف، لكن مصابيحه فجأة اختفت مرة أخرى. ثم من لا مكان بدأت أصوات الكهوف تزداد، واللاعب مرعوبا بدأ في الركض ووضع أكبر عدد ممكن من المصابيح. عاد اللاعب إلى منزله، وبمجرد أن أراد تشغيل القرص كان عليه العودة إلى منزله القديم للحصول على دايموند لصنع صندوق القرص. وبينما وصل إلى منزله القديم اكتشف أن كل المصابيح قد اختفت. ذهب ليحصل على الدايموند من صندوقه، ولم يتمكن من إلا أن يلقي نظرة سريعة على منجمه القديم. نظر ببطء إلى أسفل. كانت الظلمة مسيطرة، ولا يمكن رؤية شيء إلا نقطتين بيضاويتين بجوار بعضهما البعض كالعينين. هذا نهاية الفيديو، ولكن الجزء الثاني قادم قريباً. أيضاً إذا كنت ترغب في تجربة هيروبراين في عالم ماينكرافت الخاص بك، يمكنك تجربة هذا المود لماينكرافت لإضافة هيروبراين إلى عالمك. هناك أيضاً إصدار لجافا وإصدار البيدروك، يجب أن تجربها. قضيت وقتاً طويلاً في صنع هذا الفيديو، فالاشتراك بسيط لكنه يجعلني سعيداً جداً. وأيضاً الجزء الثاني من هذا الفيديو قادم قريباً، لذا اشترك.